السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ لو اول مرة تشوفوني، انا ياسمين ودي قناتي. مهتمية بكل حاجة تخص البيت، من طبخ وديكورات وروتينات. فلو اول مرة تشوفوني متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وندعي لاخواتنا في غزة ربنا ينصرهم يا رب ويرحم شهدائهم. النهاردة بقى هنعمل مع بعض المكرمية القمر دي. عايزة اقولكم مخدتش معايا ساعة، سهلة جدا وشيك قوي، وطلع ترند وقطع ديكور كده حلوة قوي في بيتك، وتقدري تعمليها بنفسك مش لازم تشتريها. هنشوف مع بعض الطريقة. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض. اول حاجة هنجيب خيط. الخيط ده خيط مصري قطن، بيبقى مجدول كده على فتلتين. هو ده الخيط اللي احنا هنشتغل بيه النهاردة، وهقولك على المقاسات اللي احنا هنحتاجها. هنحتاج 18 مقاس 120 سنتي، 8 مقاس 200 سنتي، 6 مقاس 100 سنتي، وهنحتاج 56 مقاس 50 سنتي. وعشان نعمل ورقة الشجر هنحتاج حوالي 2.5 متر. تمام. هنقص طبعا الخيوط وناخد بالنا قوي من المقاسات كويس. طبعا كلنا عندنا ايد المكنسة المكسورة واحنا شايلينها، مش عارفين احنا شايلينها ليه، بس حاسين ان هيكون ليها استخدام بعد كده. دلوقتي بقى هيجي وقتها، هنجيبها ونشيل الورقة اللي عليها وهنقطعها حوالي 65 سنتي. على فكرة هي دي الخشبة اللي بتتباع في محل الخيوط بحوالي 30 جنيه تقريبا. هي موجودة عندنا في أكتر البيوت. في ناس تانية كمان بتستخدم غصن الشجر. فده كويس وده كويس. دلوقتي بقى هنربط الخشبة من ناحيتين طبعا وهنعلقها على الحيطة. هنجيب الخيوط اللي هي 18 خيط، كل خيط فيهم مقاس 120 سنتي، وهنتنيه على 2 وهنعلقه على الخشب بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. هنجيب الخيط من ورا الخشبة، وبعدين هنعدي الطرف بتاعه من تحت في الدايرة اللي احنا عملناها من فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. بالراحة خالص اهو مع بعض. هي سهلة جدا على فكرة وبسيطة. عايزة اقولكم ان انا اصلا اول مرة في حياتي اعمل مكرمية. بس حبيتها، يعني حسيتها سهلة فقلت انا مش هشتريها، انا هجرب اعملها بنفسي معاكم. هنعلق بقى 18 خيط اللي معانا بنفس الطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده من ورا، وهنعدي الطرفين من الدايرة. تمام، سهلة جدا. هنحاول ان احنا نقرب كل فتلتين لبعض، يعني كل كده 2 هنحطهم جنب بعض، وهنكمل بقى الصف كله نفس الشكل كده ونفس الطريقة. شايفين كده انا حطيت 18 خيط وقربت كل 2 لبعض، وسبت حوالي 1 سنتي ما بين كل 2 و2 زي ما انتوا شايفين كده. هنحاول نظبطهم والخيط يكون مشدود كويس من فوق عشان برضو يبقى ماسك كويس في الخشبة ومتحركش. بعد كده هنبدأ بقى نعمل مع بعض الغرزة اللي هي أول غرزة هنعملها. هنمسك أول 4 خيوط وناخد الخيط اللي على الشمال نتنيه فوق الفتلتين دول، وهنجيب الخيط اللي على اليمين هنحطه فوق الخيط اللي احنا جبناه من على الشمال، وهنعديه من ورا ونطلعه من الدايرة اللي في الجنب. تمام. وبعدين بالصباعين اللي تحت هنشد الخيط لتحت، ومن الصباعين اللي فوق هنشد العقدة لفوق زي ما انتوا شايفين كده. هنحاول برضو ان احنا ما نطلعش الغرزة فوق خالص، نسيب حوالي سنتي. تمام، لان السنتي ده بيفرق في الشكل في الاخر. هنعملها تاني مع بعض بالراحة. اللي على الشمال هنعديه من فوق الفتلتين، واللي على اليمين هننزله من تحت ونعديه من العقدة زي ما انتوا شايفين كده. بحاول اعملها بالراحة معاكم لان دي بصراحة كانت صعبة اوي بالنسبة لي. هي سهلة في العمايل بس صعبة ان انا مكنتش فاهماها، وعدت كذا فيديو عشان اشوف يعني هي بتتعمل ازاي بالراحة. كان نفسي اشوف فيديو كده بيتعمل بالراحة عشان افهم بس هي بتتعمل ازاي. بعد كده هنعمل الصف كله بنفس الطريقة. تمام، وهنسيب سنتي لان دي بتعمل شكل حلو في الغرز كلها. تاني صف هنسيب اول فتلتين على الشمال، وهنبدأ بأول 4 خيوط من بعديهم، وهنعمل نفس الغرزة. نعملها تاني مع بعض بالراحة.
زي ما انتوا شايفين كده سهلة جدا مفيهاش اي حاجة. وبرضو هنشد الخيوط لتحت ونطلع بالعقدة لفوق، ونسيب برضو حوالي سنتي ما بينها وما بين العقدة اللي فوقيها. تمام. زي ما انتوا شايفين انا اصلا مش متمكنة ولا عارفة يعني ايه الغرزة دي اسمها ايه اصلا، بس انا يعني زي ما قلتلكوا هو عجبتني فقلت هعملها، يعني هعملها خلاص يعني. فانا بوريكوا اللي انا عملته، والمهم في الاخر النتيجة بتطلع حلوة جدا. فكده عملت تاني غرزة، هكمل بقى الصف ده، وفي الاخر خالص هسيب 2 لان انا عايزة اكون مثلث، يعني انا كل صف هسيب 2 من على اليمين ومن على الشمال. الصف اللي انا فيه ده هسيب اخر فتلتين مش هعملهم، بس هعمل بقية الصف. تمام. هنا عملت الصف كله وسبت فتلتين زي ما قلنا. هنيجي بقى نعمل الصف اللي بعديه، هنسيب كمان فتلتين، وكل صف هنسيب فتلتين لغاية ما يطلع معانا مثلث في الاخر. تمام. هجري معاكم بقى الحتة دي، انتوا كده كده شفتوها، ولو في حاجة وقعت يعني ممكن تجيبوا من الاول وتبطئوا شوية الفيديو. هنكمل بقى الصف ده، برضه هنسيب فتلتين من على اليمين ومن على الشمال، كده يبقى فيه 4 من ناحيتين، 4 و4 من الناحية التانية. كده عملنا اول 3 صفوف، سبت 2 و2 وهسيب كمان 2 وهكمل. تمام كده. هنا كنت خلاص خلصت المثلث، فاضل اخر عقدة تحت هنعملها مع بعض. طبعا هي الخيوط قصرت معايا شوية، بس عايزة اقولكم المقاسات اللي قلتلكوا عليها غير اللي انا عملتها، يعني انا طولت معاكم المقاسات شوية عشان متطلعش معاكم قصيرة زي ما طلعت معايا. تاني غرزة بقى هنعملها ان احنا هنجيب اول فتلة على الشمال هنمسكها بايدينا اليمين، وناخد فتلة فتلة من تحت ونربطها كده زي ما انتوا شايفين. دي كده زي ما يكون احنا بنقفل على المثلث بالغرزة دي. تمام. هنفضل ماسكين الخيط اللي على الشمال بالايد اليمين مش هنسيبه خالص، وهنلف عليه كل الخيوط، كل خيط هيتلف عليه مرتين بنفس الطريقة دي كأننا بنربطه. سهلة جدا برضو مفيهاش اي حاجة. هنعمل الناحيتين طبعا، الناحية دي والناحية التانية. هنكمل مع بعض الصف. كده احنا كملنا الصف كله لغاية تحت. هنعمل بقى الناحية التانية، هنمسك الخيط اللي على اليمين بالإيد الشمال، هنعكس بقى، وكل فتلة هنمسكها أو هنربطها بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها كده، وكل فتلة هنعملها مرتين. سهلة جدا مفيهاش أي حاجة. هنعمل برضو نفس الصف. وعايزة أقولكوا تاني المقاسات اللي قلتلكوا عليها في الخيوط أنا عملتها لكم، قلتلكوا على المقاسات الصح، لأن أنا يعني قصيتها أقصر شوية، بس أنا قلتلكوا إن انتوا هتطولوها شوية غير اللي أنا عاملاه. بس المهم في الآخر كل ده يعني هيتدارى ومش هيبان. تاني حاجة بقى هنعملها بعد ما خلصنا العمودين دول، هنجيب الخيوط 6 مقاس 100، هنعلقهم بنفس الطريقة اللي قلنا عليها في الأول خالص زي ما انتوا شايفين كده. هنعلق 3 الناحية دي و3 الناحية التانية، وهنقربهم لبعض ونخلي برضو حوالي سنتي ما بينهم وما بين التانيين. هنا بقى هنعمل ايه؟ هنعمل ضفيرة. اظن كلنا بنعرف نعمل الضفيرة، هي سهلة جدا مفيش اي حاجة، وبرضه بنعملها مع بعض اهو بالراحة. هنحاول نخلي الضفيرة اطول من المثلث شوية عشان هنربطها وهنربطها في الضفيرة التانية، فعايزينها تكون اطول من المثلث شوية زي ما انتوا شايفين كده.
اطول يعني حاجة بسيطة مش اطول كتير. تمام. هنعمل بقى نفس اللي عملناه الناحية التانية، وهنيجي بقى لأهم حاجة ان احنا هنربطهم ازاي في بعض. احنا دلوقتي عايزين نربط الاتنين دول كده في بعض. هنجيب خيط مقاس حوالي 20 سنتي، وهنتنيه لتحت. هنتني طرف طويل وطرف قصير. القصير هنفضل ماسكينه كده مثبتينه، والطويل هنلفه حوالين الخيط. هنلف جامد، هنكون دايرة تحت. ونحاول نشد الخيط كويس. تمام. وهنلف كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين الطرف ده هندخله جوه الدايرة، وهنشد الطرف الفوق. هنشده لفوق لغاية ما العقدة تدخل جوه الخيط عشان ما تبقاش باينة معانا. تمام. سهلة جدا برضه مفيهاش اي حاجة. وبعدين الخيط اللي ورا ده هنخليه لورا مش مشكلة، هيطلع معانا الشكل كده في الاخر. تمام. الخطوة اللي بعد كده بقى هنجيب 8 خيوط مقاس 200، يعني 2 متر. هنحط 4 على الناحية دي و4 على الناحية التانية. هنعمل ضفيرة تانية بس بشكل مختلف أعرض شوية زي ما انتوا شايفين كده. الاتنين اللي في النص هنعملهم اكس كده على بعض. هنجيب الطرف اللي على اليمين وهنعديه ما بينهم، والطرف اللي على الشمال من تحت هنعديه من تحت وبرضه هيطلع ما بينهم وهنعمله اكس. وهنكرر نفس اللي احنا عملناه تاني. اللي على اليمين من فوق نعديه ما بينهم، واللي على الشمال من تحت وبرضه هنعملهم اكس. وهنعيد نفس الموضوع تاني. سهلة جدا مفيهاش اي حاجة. انتوا ممكن يعني حتى لو مش فاهمين مني، بس هي الطريقة قدامكم اهي سهلة مفيهاش اي حاجة. اللي على اليمين هنعديه من فوق ما بينهم، واللي على الشمال من تحت ما بينهم برضو وهنعملها اكس. تمام. سهلة جدا. ضفيرة تانية بس بشكل تاني، وبرضه هنحاول نطولها شوية عن الضفيرة التانية اللي احنا عاملينها عشان هنربطها بنفس الطريقة. كده خلصت معايا. بس شكلها حلو جدا. تمام. هنعمل زيها الناحية التانية برضه 4 خيوط مقاس 200. هنيجي بقى لنفس الخطوة اللي احنا عملناها من شوية، ان احنا هنربطهم في بعض بنفس الطريقة اللي احنا عملناها من شوية. برضو فتلة كده خيط مقاس 20 هنقلبه لفوق، وطرف قصير وطرف طويل، وهنعمل نفس الموضوع اللي احنا عملناه من شوية. هنعملها تاني كده مع بعض بسرعة. هيطلع ده كده شكلها في الاخر. دلوقتي بقى هنجيب الخيط اللي هو 56 مقاس 50 سنتي، هنعلقه في الضفيرة الكبيرة اللي احنا عاملينها اللي هي العريضة. في كل طرف هنعلق فتلتين زي ما انتوا شايفين كده، كأننا بنعلقها في الخشبة زي أول مرة خالص عملناها مع بعض. هنعلقها بنفس الشكل كده اللي انتوا شايفينه. هنعلق في كل ضفيرة وحدتين. بحاول برضو ان انا اقرب معاكم كده الصورة عشان تبقى واضحة. هنكمل بقى الصف كله، هنعملها كلها بنفس الطريقة من ناحيتين. هو ده بقى الشكل النهائي. بصوا شكلها بجد قمر، حلوة جدا جدا، وعلى فكرة على الحقيقة احلى بكتير. بس احنا كده لسه مسويناش الاطراف بتاعتها. هنجيب المقص فيه طريقتين، ان انتي تجيبي مسطرة كبيرة وتحاولي ان انتي تثبتيها وتقصي عليها، او مثلا انا جبت المقص ظبطته كده على زاوية معينة وفضلت اقص وظبطت ايدي كويس وقصيت. هو اللي مش بيطلع يعني مظبوط قوي، بس احنا بنحاول نظبطها.
هنعمل برضو الناحية التانية. هو ده الشكل النهائي اللي طلع معايا في الاخر، يعني ما اتظبطتش معايا اكتر من كده، بس انا شايفاها كده شكلها حلو جدا. دلوقتي بقى هنعمل ورقة الشجر الحلوة قوي دي بقى اللي بتنقل المكرمية يعني في حتة تانية خالص. هنعلقها ازاي؟ هقولكوا في الاخر على طريقة ان احنا نعملها، بس دلوقتي عشان لو حد مش حابب ان هو يعملها اصلا، فهوريكوا ان احنا ازاي بنعلقها، وفي اخر الفيديو هعلمكوا ازاي ان احنا بنعملها. هنجيب خيط حوالي 20 سنتي وندخله في اي غرزة قدامنا كده بطريقة مقلوبة كده بالشكل كده زي ما انتوا شايفين. وهنجيب ورقة الشجر اللي احنا عاملينها، طبعا بيكون ليها كده زي علقة كده احنا بنكون عاملينها على شكل دايرة. هنحط الدايرتين على بعض وندخل فيهم الطرفين بتوع الخيط اللي من فوق، وهنحاول نشد زي ما انتوا شايفين كده. نشدها كويس قوي وبس كده، هي كده اتعلقت. انا هعمل 3 ورقة شجر من دي، عملت واحدة كبيرة اللي هي دي وعلقتها معاكم. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض 2 صغيرين هنعلقهم من ناحيتين. تعالوا بقى نشوف طريقتها، سهلة قوي. هنجيب كده فتلة وهنقسمها كده زي ما انتوا شايفين، نتنيها كده على 2، وهنجيب 2 خيط. نشوف بقى مقاس ورقة الشجر اللي احنا عايزين نعمل المقاس بتاعها. هنقسمهم برضو كده بنفس الطريقة، وهنحط واحدة من تحت ونحاول نخلي فوق شوية عشان هي دي اللي هنعلق منها ورقة الشجر. وهنجيب فتلة تانية من فوق، وفي الدايرة دي هنعدي الطرفين، ومن الدايرة التانية هنعدي الطرفين التانيين زي ما انتوا شايفين كده. هندخل برضو الطرفين التانيين في الدايرة التانية وهنشدهم، ونحاول ان احنا نشدها جامد عشان تثبت. سهلة جدا برضو، مفيهاش اي حاجة. المكرمية عموما كلها سهلة، يعني انا اصلا يعني اول ما جربت اتفرج واشوف الفيديوهات بتاعتها حسيتها ان هي يعني حاجة ممكن اي حد يعملها، مش شرط ان انتي تاخدي كورسات او ان احنا نتعلم ازاي يتعمل. لا، هي سهلة جدا على فكرة وممتعة قوي ومسلية وخلصت في ساعة تقريبا. يعني انا اصلا اللي اخد معايا وقت شوية هو قص الخيوط، بس هي كعمايل سهلة جدا مفيش اي حاجة. بالعكس انتي هتكوني مستمتعة ان انتي بتعمليها، بالذات ان انتي الحاجة لما بنعملها بايدينا احسن من ان احنا نشتريها. تحس ان بيكون ليها فرحة تانية كده، فرحة خاصة ان انتي عملتيها بنفسك بايدك، فبيكون ليها كده يعني ايه، معزة خاصة يعني زي ما بيقولوا. هنا بقى دلوقتي هنعمل ايه، هنحاول ان احنا نسرح الخيط ده. انا فكيت الخيط من بعضه عشان هو كان يعني هو مجدول على بعضه فتلتين على بعض، ففكيته عشان اعرف اسرحه كويس. على فكرة الخيط ده يعني هو ثابت، يعني هو مش محتاج ان انا اثبته، بس في خيوط مش بتثبت بيبقى لازم مثبت. في ناس بتستخدم المثبت اللي هو بتاع الشعر، في ناس تانية بتعمل حاجة تانية بقى، بتجيب مية وتحط عليها معلقتين نشا على النار، وقبل ما المية ما تتقل شوية بياخدوا المية دي يحطوها في سبراي كده ويرشوا عليها على ورقة الشجر، بتثبت برضو معاهم. انتي ممكن تعملي الطريقة الأسهل لك، بس أنا عن نفسي يعني حسيتها هيك هي تمام، مش محتاجة ان هي تتثبت ولا حاجة. هي شكلها كده حلو يعني وشكلها تمام شغالة. طبعا هنحاول نقصها كده، نحاول نخليها ورقة شجر. انا بقى كنت محتارة اعلقهم فين، يعني هي ليها كذا طريقة، يعني حبيتها كده شكلها حلو، وقلت برضو لو فوق يبقى شكلها برضو حلو، وحسيت ان هي برضو لو هنا زي ما انتوا شايفين برضو
كنت محتارة جدا مش عارفة اعلقها فين بالظبط، بس في الاخر هعلقها كده زي ما انتوا شايفين. هي كلها حلوة بصراحة. عايزة اقول لكم المكرمية دي مكلفتنيش حاجة، يعني هو الخيوط دي بتتباع كده بالربطة. الربطة حوالي 15 متر تقريبا، بتكون عاملة 25 جنيه. احتاجت 3، التلاتة دول عاملين 75. وطبعا الخشبة كانت عندي في البيت فتعتبر يعني مش موجودة. المكرمية دي اللي بتتباع بحوالي 300 أو 350، أقل حاجة. أقل حاجة من الأسعار اللي احنا بنشوفها دلوقتي في السوق أو بتتباع أونلاين والحاجات دي. ممكن انتي تعمليها في بيتك وبإيدك وتطلع على فكرة حلوة جدا زي ما انتوا شايفين. مش لازم كل حاجة نشوفها نشتريها، يعني جربي تعملي بإيدك برضه، فكري ازاي بتتعمل وهتبقي مبسوطة اوي وانتي بتعمليها. لو عجبكم بقى الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا مني كل جديد. قولولي بقى رأيكم في التعليقات. اشوفكم على خير، سلام.